السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلام صلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده باذن الله الفيديو بتاعنا باذن الله هنشوف مع بعض كده. جبنا مشتريات الشهر، وجبت برده شويه حاجات كده ابو حبيبه جابهم لنا من السوق كده حلوين بقى، خضار وكده، عشان نعمل بقى مع بعض احلى محشي كرنب وورق عنب باذن الله مع بعض. ودي بقى ان شاء الله كده المشتريات اللي احنا جبناها بتاعه الشهر. يلا بينا ان شاء الله اقول لكم بقى الحاجه اللي جبناها والاسعار ايه. ربنا يلطف بينا بقى بالاسعار عماله تترفع. وبعد كده هوريكم برده مشتريات السوق ان شاء الله، ونشوف بقى نعمل مع بعض احلى شويه محشي كده كرنب وخس ان شاء الله مع فراخ. يلا بينا. وكده يا حبايبي بقى دي المشتريات بتاعه الشهر بقى، شهر 12 ان شاء الله مشتريات الشهر. دي بقى شويه حاجات. جبنا بقى طبق بيض، جبنا 5 كيلو رز بدي شكارة، يعني 5 كيلو رز يعني. وجبنا بقى طبعا نص كيلو جبنة علبة يعني، وباكو شاي وبتاع دوت، اللهم صل على النبي. آه قالب زبدة فيرن، وجبنا زيت، وجبنا خل، وطبعا كله زي ما انتم شايفين كده. بوريكم جبت بهارات طبعا، شوربة بيضة وكمون وفلفل اسمر، وجبت برضو كده شوية كاتشب، وجبنا ملح بقى وشوية حاجات لزوم البهارات يعني وكده. وجبنا برضو كيس همبرجر وكده. وجبت برضو دي لحمة مفرومة، ودي جبنة موتزاريلا عشان نبقى نعمل برضو مكرونة بشاميل ان شاء الله. وجبنا بقى مكرونات بقى مقصوصة على اقلام على سباكيتا، شكلت يعني من كل حاجة كيلو، وشعرية برضو كده. وجبنا برضو شيبسي، جبت شيبسي كده وعصير عشان محمد طبعا الاسبوع ده كله عنده امتحانات وكده، فجبت له الشيبسي والعصير دوت عشان ياخد معايا يعني وهو رايح المدرسة وكده. وجبت لسان عصفور طبعا، وعدس بجبة، وعدس اصفر. ودي بقى مكرونة سباكيتا كده، اسمها وصفة على اسمك يا وصفتي يا حبيبتي. وكده دي كانت مشتريات الشهر يا حبايبي. وهنا بقى دي كده مشتريات يعني مشتريات السوق بقى. اكرامي نزل جاب لنا كده شوية حاجات من السوق زي ما انتم شايفين. شطة وبتنجان، وجبنا برتقان بقى وطماطم، ودي خضرة بقى للمحشي. وجبنا خس طبعا، انا قلت لكم ورق عنب وهو اتلخبطت، هنحشي محشي ورق خس وكرنب ان شاء الله. ودي الكرنبايه شايفين بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا ابو حبيبه، جابها بسم الله ما شاء الله احلى ما انا ما بنقيها كمان. ما تيجي تنقي الكرنبة تجيب الكرنب اللي هو الخفيف، ما تجيبيش الكرنب التقيل، تمام؟ عشان بيبقى ورقه خفيف كده وجميل. وكده خيار زي ما انتم شايفين، جبنا خيار برضو. دي كانت بقى ايه مشتريات السوق بقى، الحاجات اللي احنا محتاجينها يعني للاسبوع ده. ويلا بينا بقى ندخل مع بعض نعمل المحشي، يلا بينا. هنا بقى يا حبايبي كنا دخلنا بقى خلاص نعمل المحشي. معايا بقى كده حلة على النار فيها مية بتغلي، هحط فيها طبعا ملح، وهحط برضو شوية كمون كده عشان الغازات، طبعا انتوا عارفين الكرنب وعمايله. فعشان الغازات وكده. واللي عنده القولون طبعا الكمون بيساعد عشان خاطر القولون وكده. دي بقى كده الكرنبايه طبعا قطعتها كده زي ما انتم شايفين. انا بحب احطها كده، اقطعها ورقه 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 يعني كده، وبنزل بقى كده حبه بحبه كده على الحله، بحيث ان انا اعرف يعني اتحكم فيها يعني وكده. هحطها طبعا كده، وهقلبها برضو على اليمه التانية كده، تاخد بس يا دوبك يعني ايه دقيقه واحده يعني. ما تسيبهاش كتير في الميه عشان ما تتهريش منك وكده، تمام؟ خلاص كده معايا بقى كده طبق وفيه مصفى بقى كده، وتحتيها طبق زي ما انتم شايفين. هطلع بقى كده اللي انا هسلقه، هطلعه في المصفى يتصفى، وبعدين هنزل بيه طبعا في الحوض كده اهو. هحطه في الحوض وانزل عليه ميه ساقعه عشان خاطر طبعا ما تتهريش مني. فضيت الدور الاولاني وحطيت الدور التاني زي ما انتم شايفين، وهكذا. هفضل برضو كده احط دور بدور لحد ما اخلص سليق الكرنب ان شاء الله، ونسلق مع بعض باذن الله ورق الخاص في الاخر، تمام؟ واحنا طبعا واقفين بنعمل اي حاجه ما تنسوش طبعا تذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يصلح ما بين ايدينا كده، وان شاء الله الحاجه بتاعتنا هتطلع حلوه ان شاء الله. وهنا خلاص كنت خلاص اساليب الكرنب يا حبايبي، وسلقت بقى كده خلاص اخر حاجه ورق الخس. ورق الخس بتحطيه وتشيليه على طول، يعني ما تسيبوش كتير عشان خاطر طبعا هو ورقه رقيق ما يتهريش منك، تمام؟ معايا برضو طبق ومصفى تانية كده بالشكل ده، هنزل برضو عليهم كده واسيبهم برضو يتصفوا. هحط الدور التاني، وبعد كده انزلهم في الحوض في ميه ساقعه، تمام؟ لحد كده فاهمين؟ قولوا فاهمين. هحط بقى الدور التاني اهوت بالشكل دوت. شايفين الحله بقت سودا فحمه من السليق بتاع الكرنب والخس، بس طبعا على مين ان شاء الله برضو هندعكها ونخليها زي الفل. طبعا عندنا الفلاش اللي هو بتاع المواعين دوت، بيخلي الالومنيا تبرق وترجع تاني احسن من الاول.
وكده كنت خلاص سلقت بقى الدور التاني خلاص كده الخس. في الوقت ده بقى كنت ضربت انا الطماطم وجهزت بقى عصير الطماطم وكده عشان هنسبك بقى للمحشي دلوقتي مع بعض. انا كده خلاص خلصت سليق. هنشوف دلوقتي هشيل الحلة دي، شلتها خلاص فضيتها، ومعايا حلة تانية على النار فيها مية نضيفة بقى. معايا بقى كده طماطم وبصل ورق لورا، هنزل بيهم على المية واسيبها تغلي عشان نسلق بقى الفراخ بتاعتنا ان شاء الله. احنا طبعا انا بحب يعني انا وولادي وجوزي بنحب الوراك يا جماعه، يعني بحبش اجيب فرخه صدور بتبقى ناشفه عليهم، فبحب اجيب وراك يعني بتبقى الوراك طريه شويه. معايا بقى حله تانية على النار كده هحط فيها طبعا زبده، لو عندك بقى اللي موجوده عندك سمنه، زبده اللي موجوده عندك، وشويه زيت. تمام. واسيبهم يقدحوا كده، وبعد ما سخنوا خلاص معايا بقى كده 3 4 بصلات حلوين كده مقطعاهم كده تقطيع ناعم. هنزل بيهم طبعا على على السمنه والزيت كده واشوحهم لحد ما يدوني اللون الذهبي الجميل دوت. وهنزل عليهم برضو كده بايه، برضو كم قرن شطه او فلفل اخضر اللي موجود عندك، ولو في فلفل الوان كمان لو موجود عادي يبقى جميل برضو، بيدي طعم برضو حلو. وهنا سبتهم يتشوحوا بقى ومعايا كده خلاص الكرنب زي ما انتم شايفين بصوا لوحة فنية كده السلق بقى، وسبتوه والخس يتصفى كده. هبتدي بقى عقبال ما التسبيكة تتسبك كده هنحط بقى هنا كده انا سبت التسبيكة تتسبك على النار. هحط دلوقتي كده اللهم صل على النبي، قولوا معايا يا ولاد هنقطع الكرنب مع زي ما انتم شايفين، بشيل بقى كده العروق من فوق كده وبقطعها بقى زي ما انت عايزاها، تقطعها طويله تقطعها قصيره زي ما انت حابه. انا بحب الوسط، خير الامور الوسط في كل حاجه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله الكرنبايه رمت ورق معايا كتير حلوه، بسم الله ما شاء الله، ورقها برضو ابيض وجميل زي ما انتم شايفين. هقطع بقى الكميه دي كلها، وزي ما انتم شايفين قطعتها كده، ومعاكم بقى كده بجيب الرول كده وببتدي اقطع بقى كده ايه، بجهز يعني بجهز للتقطيع للحشو على طول. يعني انا ما باجيش اقطع وانا بحشي، انا بقطع كده وبجهز تقطيعي كده عشان خاطر يبقى سهل معايا على طول في الحشو. تمام. برضو بقطع تقطيع وسط، خير الامور وسط في كل حاجه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. قطعت برضو كذا حاجه معاكم اهوت، كذا واحده يعني عشان تشوفوا برضو انا بقطعه ازاي وكده اهو. هقطع الكميه دي برضو وارجع لكم تاني. وهنا بقى كانت البصلة كانت بتتقلى قصدي، ايوه، هنا بقى كنت خلاص البصلة اتقلت. نزلت بقى بعصير الطماطم. انا سكت لحظة كده، انا قلت فين المقطع بتاع الصلصة راح فين يا جدعان محدش شاف الصلصة بتاعتي المهم الواحد والله بيتوه يا جماعة، اقسم بالله اليوم كان معايا طويل. هنا بقى خلاص نزلت بالطماطم وسبتها تتسبك بقى، وهنا كانت المية خلاص غلت. هنزل بالفراخ انا غسلاها ونقعها كويس معايا كده، القصدي الوراك اهي. هنزل بيها طبعا كده على على الميه، اسيبها بقى ايه تستوي براحتها. على بال ما تستوي بقى كده اكون انا قطعت الكرنب بقى وظبطته كده مع نفسي، وجهزت ايه بقيت اكلتنا النهارده ان شاء الله. هنا كان خلاص بقى الصلصه خلاص قربت تستوي، والفراخ كمان كانت خدت نص سوا. هنضيف بقى هنا الملح بقى والبهارات ليهم الاتنين. هنزل بقى طبعا بالملح، انتوا طبعا عارفين المكونات اللي بحطها في الشوربه او اي اكل طبعا هنحط ملح. هنحط برضو ملح هنا في الصلصة وملح في الشرب، وبرضو هنضيف كمون هنا وكمون هنا وفلفل اسمر هنا وفلفل اسمر هنا، واحدة مرقة دجاج هنا وواحدة مرقة دجاج هنا. انت اتعودتوا خلاص، اكيد حفظتوا انا بعمل ايه. واللي لسه جديد معايا يا جماعة ولسه مشترك في القناة جديد، يا ريت فضلا وليس امرا يعني اشتراك في القناة كده، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واوعوا تنسوا اللايك الجميل وكومنت حلو منكم بقى عشان انا بفرح بكومنتاتكم جدا. وربنا يسعدكم يا رب. وبشكر كل اخت وكل اخ بيدعمني ويكتب لي تعليق كويس، واقول لكم ولكم بالمثل ان شاء الله. وربنا يوفقكم جميعا ويسعدكم جميعا يا رب. هنا كده خلاص كنت ضفت بقى البهارات للشوربه والبهارات برضو للصلصه. هغطي بقى على الفراخ واسيبها تاخد سواها. ومعايا بقى هنا كده ايه، هريسه، فاكرين هريسه الشطه اللي كنا عاملينها مع بعض دي حاميه نار. هحط معلقتين منها كده على الصلصه بتاعه المحشي، هتودي المحشي في حته تانية خالص. جربوها بس بطريقه مملكه هيام كده وان شاء الله باذن الله تعجبكم. هقلبها بقى كده على الصلصه واسيبها تاخد سواها وتتسبك مع نفسها كده، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. هنا كده خلاص بقى التسبيكه اتسبكت والفراخ خلصت، وانا شلتها خلاص وشلتها يعني من الشوربه.
معايا بقى كده بولة نضيفة، وحطيت فيها طبعا الرز غسلته وصفيته، وهنزل بقى كده الرز على البولة، وادي الايه الخضرة معايا دي شبت وبقدونس وكزبرة مقطعاهم كده تقطيع صغير زي ما انتم شايفين. واخر حاجة معايا هنزل بالصلصة زي ما انتم شايفين الطماطم بسم الله ما شاء الله حمرا دم. دي طماطم انا كنت مفرزاها في الفريزر كمان يا جماعة والله، اللي يشوفها يقول فريش بسم الله ما شاء الله. حمرا يا قوطة، حمرا يا قوطة ومسكرة. جميلة والله الصلصة بسم الله ما شاء الله، كانت مخليه المحشي احمر وزي الفل، هتشوفوه معايا كمان في نهاية الفيديو. انتوا طبعا شايفين الصلصة اهي، بسم الله ما شاء الله. هقلبها بقى وارجع لكم. كده كنت خلاص قلبت الصلصة زي ما انتوا شايفين بقى لونها والحمار بتاعها جميل ازاي. يلا بقى بينا معايا كده حلتين، حلة بقى هنحط فيها طبعا دول ورقتين كده الخضر بتوع الكرنب، انا بحطهم في ارضية الحلة كده عشان يحفظ لي الكرنب ما يلزقش يعني في الحلة من تحت وكده. هفرش بقى في ارضيه الحله الكبيره دي هنحشي فيها الكرنب، والحله التانية برضو هنحشي فيها ورق الخس. هحط فيها ورقه برضو كده، بحاول اظبطها من الاطراف كده عشان خاطر تبقى ايه مظبوطه ومتساويه كده معايا. هدخل برضو كده على الحله التانية احط لها برضو نفس الارضيه كده هظبطها بالشكل ده. وكده معايا بقى كده الحلتين جاهزين. يلا بينا نجهز بقى الحشو بتاعنا، يلا بينا. معايا طبعا المكون الرئيسي النهارده الاول كده الكرنب بتاعنا الجميل اللي كلنا بنعشقه. هبتدي كده احشي بقى كام صباع معاكم كده، وبعد كده ايه هحشي برضو كام صباع خس، واخرج بقى كده ايه في الصاله واقعد كده مزمز مع نفسي كده قدام الشاشه بقى، واظبط نفسي كده واقعد احشيهم دنجه دنجه كده مع نفسي، لان انا ما اقدرش اقف احشي المحشي ده كله وانا واقفه. بس انا بوريكم بس انا بحشيه ازاي، عشان طبعا البنوتات الامارات العسلات اللي لسه جداد يشوفوا احنا بنحشي ازاي ويتعلموا مننا، وكلنا بنتعلم من بعض وبناخد افكار من بعض. انا بوريكم بقى، شوفوا انا يعني بحشي كده بالظبط زي ما انتم شايفين، بيسهل معايا كده على طول ان انا الف المحشي في ثانيه. كل ما تخلي حاجتك منظمه ومرتبه كده تسهلي على نفسك الامور في ثانيه. يعني انا بحب النظام في كل حاجه، الحمد لله كده كل حاجه معايا ماشيه مظبوط وتمام. 100 فل و14. كده بقى زي ما انتم شايفين بحاول ارص بقى كده، بمشي بقى بالطول وبعدين اجي تاني بالعرض، فاهمين؟ يعني تاخدي رصة كده وبعدين تيجي رصة عكسها، عشان طبعا ايه ما تيجي تسقيها الشوربة تنزل في جميع النواحي ويستوي كويس يعني. كده بقى اوريكم بقى انا بحشي كده كام صباع معاكم اهو. خلاص كده هكمل الباقي انا مع نفسي بقى، والحلة التانية دي بتاعة الخس برضو اهوت هحشي كام صباع خس معاكم برضو. انا بوريكم بقى الورقة كده زي ما انتم شايفين بفردها كده زي ورق العنب بالظبط كده، وبجيب يمين وشمال وهوب اسلام والف على طول بالشكل ده. بيبقى ماسك نفسه جميل جدا بسم الله ما شاء الله. لو الورقه كبيره معايا بالشكل ده بقسمها اتنين، شايفين انا قسمتها اتنين لان لقيتها كبيره على الصباع. فانتوا حسب الورقه اللي قدامك بقى تمام. نفس النظام برضو في الورق العنب، لما بنلاقي الورقه صغيره على قد الصباع بس بنحشيها على طول، اما بنلاقي الورقه كبيره بنقسمها نصين. هكذا برضو في الورق الخاص تمام. فيلا بقى ترص يا ورق الخس. هرص بقى ورق الخس ده كده يا جماعه، وزي ما فهمتكم انا هخرج اكمل في الصاله واقعد كده مع نفسي شويه كده اكمل بقيه الحشو ده. ادعوا لي بقى، ادعوا لي يا جماعه والله المحشي ده قطم وسطي والله. الله يكون في عوننا والله العظيم. كده بالشكل دوت. طبعا اليوم اللي هتكوني ناويه تعملي فيه محشي لازم تكوني مرتبه مطبخك ويكون نضيف ما فيهوش اي حاجه خالص ولا اي مواعين ولا حاجه، عشان طبعا تبقي مرتاحه نفسيا وانت بتعملي الاكل. كده خلاص كنت خلاص حشو يا جماعه، وده كده حله الكرنب بسم الله ما شاء الله. ايه الرصه دي؟ ايه ده خريطه يا جدعان. وكده يا جماعه وادي ورق الخس كمان كده بقى. يلا بينا بقى ايه هنروح بقى نسقيهم بقى عشان نسويهم. طبعا معايا شوربه كده انا صفيتها، ومعايا طبعا دول كام معلقه كده من التسبيكه انا حشتهم يعني قبل ما اضيفهم على الخلطه. بنزل بيهم على الشوربه كده بحيث ان انا لما اسقي بيهم المحشي يبقى لونها كده، بص شايفين الشوربه لونها احمر وجميل ازاي. كده بتساعد معايا على ان المحشي بتاعي يبقى محمر كده وجميل ومفلفل. جربي بس كده الخطوه دي صدقيني هتفرق معاكي قوي. شايفين لون الشوربه بقى عامله ازاي؟ هنا انا بس الكرنب بقى طبعا السطر الاولاني ما يبقاش فيه شوربه، شايفين يعني انا بسقيه لحد السطر قبل السطر الاخير يعني. بالشكل ده برضو هسقي برضو الورق الخاص نفس النظام برضو قبل السطر الاخير. ههز كده الحله طبعا عشان اضمن ان الشوربه كلها نزلت تحت كده بالشكل دوت اهو. شايفين السطر الاولاني يبقى ما فيهوش شوربه. معايا بقى كده طبقين طبعا صغيرين كده، هحط الصغير دوت على الخس من فوق والتاني على الكرنب، بحيث ان هما يعني اضمن ان الكرنب الورق ما يطلعش كده ويفك مني
ده بيساعد على ان ال المحشي يبقى ماسك نفسه كده وما يفكش. معايا بقى حله تانية على النار ورا كده، هنزل بيها بمعلقتين زبده وشويه زيت. هنعمل بقى شويه لسان عصفور حلوين كده يستاهلوا بقكم. في نفس الوقت بقى المحشي هنا على النار متعلق اهو بيستوي. معايا كده لسان العصفور، هنزل بقى بشويه كده منه وابتدي ايه اشوح ايه لسان العصفور. في نفس الوقت في نفس ذات الوقت معايا طاسه على النار تانية فيها زيت غزير ويكون نضيف طبعا. هنحمر بقى كده الوراك بتاعتنا كده اهي، بسم الله كده. عقبال ما الفراخ تتحمر يكون انا طبعا عملت اللسان العصفور ايد هنا وايد هنا، شايفين زي ما انتم شايفين كده، عماله اروح هنا شويه وهنا شويه. وطبعا في الوقت دوت المحشي بتاعي زي ما انتم شايفين بيجلي اهوت. وكده خلاص بقى كنت حمرت لسان العصفور، ضفت له بقى الشوربه بتاعته، ههدي عليه واسيبه يستوي مع نفسه. عقبال ما احمر الفراخ يكون المحشي بتاعي استوى ويكون برضو لسان العصفور كمان استوى. هنا كان الفراخ خدت لون من تحت بقى، هقلبها على اليمه التانية زي ما انتم شايفين معايا، خدت لون ذهبي جميل. هبتدي اقلبها بقى على اليمه التانية. يلا يا ستي ما تعصلجيش معايا اجيبها يمين تجيلي شمال، اجيبها يمين تجيلي شمال. المهم خلاص في الاخر هوب اسلام وظبطتها، بس بعد غلبة. شايفين اهو، ايد على ايد تساعد يا جماعة، ايد لوحدها ما تسقفش. كده قلبتهم بقى وهسيبها تتحمر من تحت كمان، وبعد كده خلاص خدت لون من تحت هبتدي اشيلها بقى. شايفين بقى خدت لون ذهبي جميل كده ازاي، عشان طبعا الزيت نضيف وغزير. هحط طبعا الورك الاخير بقى كده هسيبه يتحمر، وبعد كده برضو هنقلبه على اليمة التانية ونشيله. خلاص كده كان خد لون برضو زي ما انتم شايفين، هقلبه على اليمة التانية. وبكده يا حبايبي خلاص كان الوراك خلاص اتحمرت معايا. هشيل بقى الزيت دوت واشوف بقى ايه المحشي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. شايفين لونه؟ وبسم الله ما شاء الله كان طعمه خرافة. يا ريتكم كنتوا معايا، اتفضلوا معايا بقى. وكده نزلت بقى بالمحشي بتاعنا الكرنب كده على الصينية زي ما انتم شايفين، ورصيت عليه الفراخ بالشكل ده. وبقى احلى محشي كرنب فيكي يا جمهورية مصر العربية. احنا احسن ناس اكلت المحشي. وهنا خلاص شلت الصينيه الاولى، وادي الصينيه التانية، ده محشي ورق الخاص. بسم الله ما شاء الله، اترص اترص يا ورق الخاص. كده صينيه ورق الخاص كمان جاهزه معايا. بسم الله ما شاء الله. انا طبعا ما فرختش كله، خليت حبه كده في الحله بحيث ان ايه ما يفتش يعني ويبقى خساره يعني عشان ما يترميش. وهنا بقى خلاص فرغت كده بقى الاربع اطباق لينا بقى كلنا كده لسان العصفور. وكده النهارده بقى اليوم بتاعنا النهارده خلص، ووصفتنا النهارده خلصت. ويا رب يكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم، واشوفكم على خير وانتظروني في فيديو جديد، ومع السلامه.